سمعتوا قبل كده عن وضعية المنجنيق؟ طيب يا ترى ايه الوضعية دي في لغة الجسد ومعناها ايه؟ ده اللي هنعرفه في حلقة النهاردة. وضعية المنجنيق هي وضعية الناس وهم قاعدين، وفيها بيكون الإيدين ورا الراس والمرفقين بيكون في وش الشخص اللي بيكلمه. ومعلومة كده ليكم، الوضعية دي بنسبة كبيرة بتكون للرجالة أو الشباب بس، ودي تحليلها الهدوء والاسترخاء. وكمان بتكون استدراج من اللي قدامكم بإنه يحسسكم بأمان، ولكن أمان مزيف. كمان معناها بيكون إحساس بالسيطرة والقوة وساعات التكبر. ومن العلامات كمان إنها بتدل على الاستعداد للجدال أو محاولة لفرض السيطرة. كمان الوضعية دي شائعة جدا عند المحامين والمحاسبين ومديري المبيعات. ونفسيا بيقال إن البنت بتنفر وبتكره الوضعية دي من الراجل. طب لو انت راجل ولقيت حد عمل الوضعية دي وحاسس بنوع من التكبر عليك، تعمل ايه؟ بكل بساطة، المحاكاة هتحقق التوازي بينك وبينه، وتقدر تقعد بنفس الوضعية لو الوضع يسمح ليك بده. ولو انت بنت، لازم لو كنتي قاعدة تقومي تقفي قدامه بقوة، وده هيجبره انه يغير وضعيته على الأغلب. ولحد هنا نكون انتهينا معاكم في سلسلة لغة الجسد، ولكن مجهزين لكم حاجة جديدة وشيقة مرة تانية. ومن هنا للحلقة الجاية تقدروا تفكروا إيه اللي مجهزينه ليكم. وبس، ما تنسوش تعملوا لايك وشير على الفيسبوك وسبسكرايب للقناة على اليوتيوب عشان تكونوا أول ناس تشوف الجديد.